سنة 1955 اتنشرت مقالة ساخرة في صحيفة الإيكونومست البريطانية على يد كاتب اسمه نورثكوت باركنسون. جزء من المقالة دي تم تداوله وانتشاره بشكل واسع. الجزء ده بيقول إن الشغل بيتمدد علشان يناسب الوقت المتاح لإنجازه، وهو اللي أطلق عليه باركنسونز لو أو قانون باركنسون. وبيحكي في المقالة دي قصة لسيدة كانت كل مهمتها في اليوم هي إنها تكتب جواب وتبعته لمكتب البريد. المفترض إن المهمة دي تاخد بس 3 دقايق من شخص مشغول، ولكن الواقع اللي حصل إن السيدة أخدت ساعة علشان تختار الكارد، ونص ساعة علشان تلاقي نظارتها، و90 دقيقة بتحاول تكتب الكارد، و20 دقيقة بتحاول تقرر إذا كانت هتاخد الشمسية بتاعتها أو لأ. يعني تقريباً أخدت ما يعادل 3 ساعات في مهمة بالأساس تاخد 3 دقايق. ويمكن كلنا بشكل أو بآخر مرينا أو لسه بنمر بمواقف شبيهة لموقف السيدة دي. يعني كان عندك تاسك أياً كان نوعه إيه، والمفروض إن هو يخلص ويتسلم كمان 2 أسبوع. هو واقعياً ياخد منك كام ساعة شغل ويخلص، بس علشان انت عارف ده فانت عارف كويس إنك عندك وقت كافي وزيادة، فقعدت تسوف وتأجل وتكسل لحد قبل ميعادك بيوم أو يومين، وابتديت تخاف وتقلق. فالتاسك ده بقى أولوية عندك واديت له كل تركيزك واهتمامك، وفعلاً أنجزت المطلوب منك، وندمت إنك ما بدأتش من بدري شوية، كان زمانك عملت حاجة خرافية. هو ده بالظبط باركنسونز لو. المبدأ ده عايز يقولك إن المهمة اللي انت بتعملها دي بتاخد وقت طويل علشان هي محطوط لها من الأساس وقت طويل، مش علشان هي فعلاً محتاجة كل الوقت ده. يعني أوقات انت بتاخد وقت أكتر من اللازم في حين إن الجهد المطلوب أقل. بمعنى لو اديتك حاجة تعملها في 4 ساعات هتاخد منك 4 ساعات، ولو طلبت منك تخلص لي نفس الحاجة في ساعة واحدة هتلاقي طريقة إنك تخلصها في الساعة دي. من أكتر المشاهير المعروف عنهم إن هم بيتبعوا المبدأ ده هو إيلون ماسك. إيلون ماسك معروف عنه إن هو بيحط لنفسه وللتيم اللي بيشتغل معاه crazy deadlines، وعلى الرغم إن في deadlines كتيرة بيفوتها، ولكنه عن طريق الاستراتيجية دي قدر يحقق إنجازات ضخمة جداً في مدة قليلة، وهو ده اللي ساعده وبيساعده في نجاحه الساحق ده. كمان توماس إديسون كان بيتكلم مع الصحافة لما بيكون شغال على فكرة معينة. هو كده ضرب عصفورين بحجر، إن اكتشافاته بتكون أخدت شعبية قبل وصولها والناس اتحمست ليها، وهو بطريقة أو بأخرى بقى تحت ضغط معرفة الناس، فبالتالي لازم يحافظ على سمعته ويخلص وينجز الفكرة اللي وعدهم بيها. الجميل في المبدأ ده إن هو بيفهمك أنت بتفكر إزاي في المواقف المشابهة، فبالتالي بيكون عندك وعي ذاتي في كيفية التعامل مع وقتك ومهماتك. طيب أنا أقدر أستفيد إزاي بعد لما عرفت المبدأ أو القانون ده؟ أقول لك، تقدر تستفيد بإنك في حياتك اليومية مع نفسك ولنفسك لازم ومهم وضروري يكون عندك ديدلاين. لو عايز تنجز أي مهمة لازم يكون عندك ميعاد انتهاء أو ميعاد تسليم للحاجة اللي أنت بتعملها دي. طيب لو الحاجة اللي أنا بعملها دي هتاخد مني وقت طويل جدا، والوقت الطويل ده هيخليني أسوف وأجل، ساعتها أعمل إيه؟ أقسم المهمة الكبيرة دي لمهمات صغيرة، وكل مهمة أحط لها ديدلاين أو موعد انتهاء جديد. طيب وإنت بقى بتحط الديدلاين الجديد ده اتعود إنك ما تحطش مدة أطول من اللازم. يعني أنت عارف إن الحاجة دي هتاخد منك وليكن 2 ساعات، فتقول طيب أنا هدي لنفسي اليوم كله علشان أزود من كفاءة اللي أنا بعمله، لأنه مش هيحصل، وهيكون الوقت اللي أنت أضفته ده ما هو إلا وقت مهدر. كمان ما تحطش وقت أقل من اللازم بصفة مستمرة. يعني المثالي إنك تحدد الوقت الفعلي اللي الحاجة دي هتاخده منك وتشتغل عليه، ولكن ده ما يمنعش إني من وقت للتاني أتحدى نفسي، أحط لنفسي وقت أقل من المطلوب، واللي هيبهرك إنك هتلاقي طريقة تأثر بيها على نفسك مدة الوصول لهدفك. في كاتب اسمه تيم فيريس في النقطة دي بيقول إن المنتج النهائي لمهمة محطوط لها وقت انتهاء أو موعد تسليم أقل بتكون تقريباً جودتها مساوية أو أعلى جودة، وده راجع لزيادة تركيزك على المهمة دي. طيب لو أنت طالب أو بتشتغل في مكان ما وهم اللي بيحددوا لك الديدلاين بتاعك، فهنا أنت ممكن تحدد لنفسك مع نفسك ديدلاين قبل المطلوب وتبدأ في تنفيذه. طب أنا ليه بعمل كده؟ أنت لما هتعمل كده ده هيساعدك في إنك تلاقي طريقة تنجز بيها شغلك أو مذاكرتك بطريقة أسرع وأذكى، ومش بالضرورة إنك تروح وتسلم شغلك قبل ميعاده علشان ما يتمش استغلالك بطريقة أو بأخرى، ولكن يكفيك إنك قدرت تنفذ المهمة بتاعتك قبل الميعاد
وتقدر تستفيد بالوقت الباقي في تعلم مهارة جديدة أو حتى تعتبره وقت استرخاء لنفسك مع نفسك. بس كده، أعاننا الله وإياكم.